إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بلاطو السابق توقعنا ذهاب المغرب بعيدا في هذا المونديال قبل بدايته، هل سيذهب إلى أبعد نقطة بمثل هكذا مستوى وبلاعبين صراحة مميزين للغاية، لكن أمام منتخب إسبانيا فاجأنا اليوم صراحة أمام اليابان؟ والله أنا بودي أن أتوقف عند المغرب، إضافة إلى ما قاله جابر. هناك أمور، هو جابر توقف عند الجانب الفني والتقني، هناك أمور غير رياضية في سواء في إقالة علي أو في إسناد العارضة إلى الركراكي. فضلا على كل ما قاله جابر أنا أضيف بعض الأمور. أولا الأقجع أدرك جيدا بأن الخرجات الإعلامية لألي لا تساعد السياسة العامة للمغرب وللجامعة الملكية. هذا هو السبب الثاني. لأنه في كل مرة يعني يخرج ألي إلى رجال الإعلام إلا وتحدث الكارثة، يذكر الجزائر والمغرب يعني يتشنج من هذا الأمر. هذا أولا من الناحية الإعلامية. من ناحية الرياضية البحتة، الأقجع يدرك جيدا بأن لولا تواجد يعني الأقجع في الكاف وفي الفيفا لما استطاع ألي الذي لم يكن يقدم مستوى كبير جدا مع المنتخب المغربي، يعني تمكن ألي من الحصول على عدة مزايا بتواجد الأقجع في الكاف وفي الفيفا، بدليل مثل ما قلت في الحصة السابقة المغرب أجرى التصفيات المؤهلة إلى المونديال ذهابا وإيابا على الأراضي المغربية، وهذه من الأفضليات التي قد لا يجدها ألي في بلد يعني في فيدرالية أخرى. لذلك لو لم يكن يعني هذا الدفع من الأقجع من الناحية الإدارية في الكاف وفي الفيفا، لربما المغرب لم يكن بوسعه التأهل إلى مباراة السد. حتى في مباراة السد رأينا بأن أضعف المنتخبات واجهها المغرب مقارنة بالمنتخبات التسعة الموجودة. لذلك أدرك بأن لو ذهب بألي إلى المونديال بذلك المستوى الذي كان يدعمه الأقجع إداريا وبإبعاده لنجوم المغرب الثلاثي المعروف زياش والناصيري وما إلى ذلك، كان يدرك جيدا بأن مستوى المنتخب المغربي لم يكن يرقى لمبارزة بلجيكا وحتى يعني كرواتيا. لذلك يعني تدخل الأقجع في الوقت المناسب، ومثل ما قلت أيضا في الحصة السابقة استلهم من التجربة الجزائرية وعاد إلى الكادر المحلي المكون في أوروبا تماما مثل ما حدث للجزائر مع بالماضي. الفرق ربما بين بالماضي والركراكي يا عماد، المنتخب الجزائري وجد منتخب منهار عكس الركراكي الذي وجد منتخب متأهل إلى المونديال. والله يا فريد لدينا موضوع طويل عريض على المقارنة بين الركراكي وبالماضي، حبذا لو نترك المشاهدين. شكرا جزيلا فريد. أمين، منتخب مغربي عاد بقوة ينجح في العبور الآن إلى الدور المقبل. يضحك أمين. أمين، الآن المغرب في مواجهة إسبانيا في الدور المقبل، هل تملك إسبانيا فرصة في هذه المباراة؟ شخصيا أرى أن المنتخب المغربي بالمستوى الذي قدمه اليوم تملك حظوظ كثيرة في المرور للدور المقبل، خاصة وأن المنتخب الإسباني اليوم وجد صعوبات كبيرة أمام المنتخب الياباني الذي فاز عليه بنتيجة 2-1. نعود زميلي عماد لمباراة اليوم بين المنتخب المغربي الفوز المهم الذي المحقق اليوم، التأهل هو يعتبر التأهل الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي على رأس المجموعة بعد مونديال 86 أين تأهل المنتخب المغربي على رأس مجموعة تضم أكبر المنتخبات في صورة إنجلترا وبولونيا بالإضافة إلى منتخب البرتغال. المنتخب المغربي تأهل للدور الثاني على رأس القائمة منذ مونديال 1998 أين تأهل المنتخب النيجيري على رأس القائمة. يوسف الناصيري كان من بين أحسن اللاعبين اليوم، وهو الذي دخل تاريخ الكرة المغربية بتسجيله في مونديالين متتاليين. حكيم زياش سجل أسرع هدف للمنتخب المغربي في تاريخه، وهو الذي جاء في الدقيقة 4. كل هذه المعطيات الإيجابية حدثت في المنتخب المغربي يعني بفضل مدرب اسمه وليد الركراكي الذي غير الكثير من المفاهيم. نعود إلى ما قاله فريد وجابر نعمون بخصوص الفترة التي قضاها المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب وحيد حليلوزيتش. بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققها على رأس العارضة الفنية للمنتخب المغربي، إلا أنه كانت هناك تشنجات كثيرة بين المدرب واللاعبين. تصور عماد أن